بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم أركان الإسلام، ذكرها مجملة أولا، ثم بعد ذلك شرع في ذكرها بالتفصيل. كم أركان الإسلام؟ كم أركان الإسلام؟ 5. ما هي؟ شهادتان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. ومر معنا الكلام حول شطر من الركن الأول، وهو شهادة، الذي مر معنا بالأمس، شهادة أن لا إله إلا الله. ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. ويزيد: وغير الله إن عبد فبباطل. وغير الله إن عبد فبباطل. كم لشهادة أن لا إله إلا الله من أركان؟ كم أركانها؟ كم؟ 2. ما هما؟ النفي والإثبات. وشروط لا إله إلا الله 8. من يذكر شروط لا إله إلا الله؟ 8: علم، يقين، صدق، محبة، الإخلاص، الانقياد، القبول، الكفر بما يعبد من دون الله. أحسنتم. قال: معنى أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أي أشهد أن ذلك الرجل الذي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، المولود في قريش في أرض مكة من بلاد العرب، الأمي الأمين، أشهد أنه رسول من الله حق، وأنه مبلغ عن الله بصدق، وأنه خاتم الأنبياء كما قال عن نفسه، بل كما قال الله عز وجل أيضا عنه. أي هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ويعرفها العلماء بلا متبوع بحق إلا رسول الله. لا متبوع بحق إلا رسول الله. لا أحد يتبع بحق، لأنه في هناك من يتبعون لكن بباطل. فذكر هنا حفظه الله أي أن تشهد. تقدم معنا الشهادة تتحقق بكم أمور؟ تتحقق ب3. الشهادة تتحقق ب3: النطق، واعتقاد، والعمل. العمل بما يترتب على ذلك. العمل بما يترتب على ذلك. تشهد أن الرجل الذي اسمه محمد بن عبد الله
ابن عبد المطلب ابن هاشم، نسبه إلى إسماعيل من ولد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذا الرسول القرشي من قبيلة قريش، ولد في قبيلته قريش، ولد في مكة، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمي، هذا لكي يعني تظهر معجزته عليه الصلاة والسلام، تظهر معجزته. جاء بالقرآن وهو لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، إعجاز لمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم للعرب، للكفار الذي بعث إليهم. كيف هذا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، ومع ذلك جاء بهذا القرآن الذي عجز فصحاء العرب عن أن يأتوا بصورة من مثله، فدل على أنه لم يخترقه من عند نفسه، وإنما وحي من الله عز وجل. فمن يقول أن معنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمي أنه من أم القرى، هذا ليس بصواب. نعم هو من أم القرى من مكة، لكن يقول لا ليس بأمي، هذا ليس بصواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. جاءت أدلة كثيرة منها في صلح الحديبية، عندما كتبوا الصلح فكان علي يكتب، وذلك يعني الذي جاء للصلح يملي عليه اكتب، أو النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه اكتب من محمد رسول الله. قال ذلك الرجل لو كنا نعرف أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب من محمد بن عبد الله. قال لعلي اكتب، قال علي لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أرني أين هي، أرني، دل على أنه لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لا يقرأ. وليس هذا منقصة فيه عليه الصلاة والسلام، بل هذه معجزة، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة. قد يقول بعض هؤلاء الذين يقولون معنى الأمي أنه ليس معنى أنه لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، أن هذه تنقص. لا، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتشهد أن هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، أنه رسول من الله حق وصدق، رسول من الله حق وصدق، وأنه مبلغ عن الله، ما عليك إلا البلاغ المبين، مبلغ عن الله، وأنه خاتم الأنبياء، كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين. قال أركان شهادة محمد رسول الله، أركان شهادة محمد رسول الله: الأول تصديقه فيما أخبر به من أمور الغيب والشهادة، ومن أمور الخوارق والمعجزات التي أخبر عنها، ومن أخبار الماضين من الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وعليهم، ومن أخبار المستقبل كلها، لأنه رسول الله الصادق في قوله الأمين في تبليغه. قال عنه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يجوز أن نرد أخباره الغيبية لأنه لا شاهد لها من الواقع والعقل، فكل ذلك باطل. فلو لم يكن لقائله دليل إلا أنه لم يكذب أبدا في حياته لكفانا دليلا قاطعا. هذه أركان شهادة أن محمدا رسول الله: تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، في كل ما أخبر، في كل ما أخبر عليه الصلاة والسلام،
من أمور الغيب ومن أمور الشهادة، مما حصل في الأمم الماضية وما قص ما حصل في الأمم الماضية من بني إسرائيل، كقوله لقد كان يعني رجل قتل 100 نفس، وقصة النبي الذي قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، وغير ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الأمم الماضية مما صح عنه فنصدقه. وكذلك مما يحصل في المستقبل من أمور الغيب مما أخبر عليه الصلاة والسلام، أمور الساعة، وكذلك يعني نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وخروج الدجال، وكذلك خروج المهدي، وغير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الفتن، وغير ذلك من الأمور التي تكون في آخر الزمان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد جاء كفار قريش إلى ابن مسعود وكان كاتب الوحي، فقالوا له أتكتب كل ما يقول محمد وهو بشر؟ أتكتب كل ما يقول وهو بشر؟ وأرادوا أرادوا من ابن مسعود ألا يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعنى قولهم أنه يعني قد يكذب كفار قريش يقول هذا. فجاء ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمعنى الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حقا، أشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. وقد زكاه الله عز وجل كما ذكر المؤلف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دلت هذه الآية على أن السنة وحي، السنة أيضا وحي. فلذلك عندما قال الله عز وجل في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول علماء الذكر يشمل القرآن والسنة، فقد تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن وأيضا بحفظ السنة لأنها من الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم من تلقاء نفسه، إنما هو وحي من الله عز وجل، وهذا يعني يصدقه الواقع. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، أيضا السنة محفوظة. هناك يعني جعل الله عز وجل وقيض الله عز وجل رجال لحفظ السنة كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة والعلماء الذين بينوا الصحيح من الضعيف، وهذا من حفظ السنة. قال ولا يجوز أن نرد أخباره الغيبية، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الغيبية التي أخبر عنها وهي من أمور الغيب، لأنه لا شاهد لها من الواقع أو العقل، مثل ما أخبر يعني من طلوع الشمس من مغربها، خروج المهدي، خروج الدجال، والخسوف التي تحصل في آخر الزمان. فيأتي رجل ويقول هذا ليس، نرد هذا الخبر، لا نصدق هذا الخبر. لماذا؟ لا شاهد لها من الواقع، ما في هناك يعني ما يدل على أنها ستقع، الواقع لا يشهد عليها، وغير ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فيأتي هذا الزنديق وهذا الملحد فيقول لا شاهد لها من الواقع، نرد الأخبار، أي نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر.
فلا ترد لأنه لا شاهد لها من الواقع. وكذلك مما قال فكل ذلك باطل، فلو لم يكن لقائله دليل، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأمور الغيب، إلا أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب أبدا، بل ماذا وصف قبل مبعثه؟ بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. عرف في مجتمعه وبين أفراد قبيلته بأنه الصادق قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فهذا يكفي دليلا على أن نصدق أخباره ولا نردها فقط، هذا يكفي. وإلا هناك أدلة من القرآن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول، وأن ما أخبر به حق، وأن ما أخبر به عن الله عز وجل كما في الآية المتقدمة: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. قال الثاني شروط يعني أركان شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، فإن أمره يجب إنفاذه، فقد قرن الله طاعته بطاعة نفسه جل وعلا، بل ساوى بين الطاعتين، بين طاعته وطاعة رسوله، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكرر مرارا في كتابه جل وعلا قوله: وأطيعوا الرسول. فإذا أمر صلى الله عليه وسلم بأمر وجبت طاعته، ولا يجوز أن يقول مسلم: أنا لا أقبل إلا القرآن، فإن الله قدر حفظ كتابه وسنة نبيه على السواء، ومن فرق بين القرآن والسنة فكأنه يفرق بين الله ورسله، وذلك إن كان صاحبه ذو علم، ولكنه مكابر فإنه كافر بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. صحيح. هذا هو الركن الثاني، أن يطاع الرسول في أمره ونهيه، في الأمر بفعله، وفي النهي بتركه. أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في ما أمر بفعله وفيما نهى بتركه، يجب إنفاذ أمره، أي العمل بأمره والاستماع لأمره واجب، لأن طاعته من طاعة الله عز وجل. الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكرر الله عز وجل كثيرا في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله عز وجل أمرنا بطاعة الرسول، أمرنا بطاعة الرسول. فلا يجوز لمسلم أن يقول: أنا آخذ بالقرآن، أنا آخذ بالقرآن فقط. طيب، والسنة لماذا لا تأخذ بها؟ قال: لا ندري هل هي صحيحة أو ضعيفة. طيب، تقرأ القرآن، تحفظ القرآن؟ نعم. ألم يقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ يقول: نعم. إذن بماذا تطيع الرسول؟ بماذا تطيع الرسول؟ في القرآن، القرآن من عند الله عز وجل. نعم. طيب، ألم يقل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى؟ القرآن كلام الله. طيب، أين نطق النبي صلى الله عليه وسلم؟
أين الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرده كله. أنت تقول أنا أؤمن بالقرآن، طيب القرآن يقول وما ينطق عن الهوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام، وهذا الكلام هو من عند الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. أين هذا الكلام؟ سنته، الكلام هذا هو سنته. إذن فواجب عليك إن كنت يعني محق في قولك وصادق في قولك أنك تتبع القرآن، فاتبع كل القرآن، لا تتبع بعضه وتترك بعضه. الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت تقول لا أؤمن بالسنة، إذن أين الذي جاء به الرسول؟ أين ترد هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين ترد قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أنت تريد تطبق القرآن، طيب أين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ بماذا نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترد السنة؟ بماذا سوف يعني تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكل هذا باطل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة، عن هذه الطائفة، فقال لا ألفين أحد منكم متكئ على أريكته، يعني على فراشه أو يعني مجلسه، فيقول أنا لا أخذ إلا بالقرآن، لا أؤمن إلا بالقرآن، أو بما معنى الحديث. فهذا قال وذلك إن كان صاحبه ذو علم ولكنه مكابر، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وأن له سنة واجب أن نأخذ بها، وأنها محفوظة، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويشمل القرآن والسنة، الذكر يشمل القرآن والسنة كما تقدم معنا، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا كفر والعياذ بالله، رد السنة كفر، تفريق، كمن يفرق بين الله ورسله، يفرق بين الله ورسله. إذن لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت ترد السنة لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بعثه الله؟ طيب نتنزل لهذا القائل الذي يقول أنا لا أخذ إلا بالقرآن، نتنزل. طيب أحكام كثيرة، هناك أحكام كثيرة، بل أركان الإسلام دع الشهادتين بعدها صلاة، صوم، زكاة، حج، 4 أركان. هات لي في القرآن تفصيل هذه الأركان، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحج، هات لي من القرآن. أنت تقول أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، طيب هات لي كيفية الصلاة من القرآن. الصلاة في القرآن ذكر ركوع وسجود فقط، ذكر ركوع وسجود وقيام، قوموا لله قانتين. أين الذكر في الركوع؟ إلا إذا كنت لا تذكر الله في الركوع، هذا شيء آخر، إذن صلاة ناقصة. أين الذكر في السجود؟ أين قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ إلا إذا كنت لا تقرأ الفاتحة، وما أظن هذا، الصلاة باطلة، ركن. من قال أنها ركن؟ هل ذكر في القرآن أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ هل ذكر في القرآن التشهد
ما ذكر. إذن هذا الذي يقول أنا آخذ بالقرآن، تصلي أي صلاة مثل ما يصلي غيرك، من أين أخذت هذه الصفة؟ من أين أخذت هذه الصفة؟ أليس من السنة؟ إذن أنت الآن أخذت بعض السنة وتركت البعض، لا أنك تركت السنة كلها على حد زعمك، ولا أنك أخذت بالسنة كلها، فهذا فيه شبه من أهل الكتاب، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. طيب الزكاة مقاديرها أين؟ الحج، وإلا الحج ليس بواجب، لا، يقول لا، ركن، الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت. طيب ذكرت يعني صفة الحج في القرآن؟ ذكر بعض الأشياء نعم، لكن التكبير، الإحرام، من أين تحرم؟ من بيتك؟ من قال لك أن الإحرام من بيتك؟ ما في. من أين تحرم؟ من الميقات. من قال لك أن الإحرام من الميقات؟ من قال لك؟ من تلقاء نفسك شرعت لنفسك. إذن أنت جعلت نفسك مشرع مع الله عز وجل، وهذا شرك، وهذا شرك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نعبدهم من دون الله، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال لا، قال فتلك عبادتهم. تشريع، أنت شرعت، إذن جعلت نفسك شريك مع الله في تشريع الأحكام. من قال لك أنه يعني صفة لبس الإحرام هكذا؟ من قال لك؟ أنت لنفسك أو شيخك؟ إذن من قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قولك هذا باطل، أن السنة لا يؤمن بها، نؤمن بالقرآن. كثير من الأحكام السنة مكملة متممة لما في القرآن، متممة لما في القرآن، فكثير من الأحكام لم تذكر في القرآن، إنما ذكرت في السنة، إنما ذكرت في السنة. فهذا قول باطل وهو كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. قال الثالث، أي الركن الثالث، ألا نعبد الله إلا بما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الموحى لفظا ومعنى، ومن السنة التي هي وحي بالمعنى، وليس هناك مصدر ثالث لمعرفة الطريق إلى الله تعالى، وتسمى مصادر التشريع. فمن جاء بعبادة لم تأتي في القرآن ولا في السنة ولم يعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالف هذا الركن وصار مبتدعا. الركن الثالث ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله، لا يعبد الله إلا بما جاء في الكتاب، أي القرآن الموحى لفظا ومعنى، أي أوحاه الله عز وجل لفظا فهو كلام الله ومعناه، والسنة أيضا التي هي وحي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناها من الله عز وجل، وحي من الله ألهم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وليس هناك مصدر ثالث يسموه مصادر التشريع، ما في مصادر التشريع القرآن والسنة. فهم السلف
ليس مصدر للتشريع، إنما لفهم ما في القرآن وما في السنة، ما في القرآن وما في السنة. فلا يأتي جاهل بمعنى الصحيح، جاهل يقول يعني يقول العالم الفلاني كذا، هذا جائز، وهذا لماذا؟ لأن هذا عالم. نقول العالم حقه أنه يعني ينقل وليس يشرع، ينقل فقط ما في الكتاب وما في السنة فقط، لا يشرع هذا جائز، هذا حرام. ويعني هنا ينبه على أمر، وهو ما يتكلم به كثير وبعض الجهال، ويقول أهل السنة يحرمون ويحلون. هذا كلام باطل. أهل السنة ليس لهم حق، ليس لأحد حق في تحليل أو تحريم، في تحليل أو تحريم ليس لأحد حق، مهما على شأنه ومهما كثر علمه. إنما التحليل والتحريم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا العالم أن ينقل، ناقل فقط. لكن بسبب الجهل، جهل كثير من المسلمين بأمور الدين، فصاروا يرتكبون المحرمات حتى صارت عندهم عادة، ويتركون الواجبات حتى صار أيضا عندهم عادة. فلما جاء من يبين أن هذا حرام، من أين حرام؟ قال الله عز وجل. إذن نقف. إذا جاء الرجل قال هذا حرام، لماذا حرام؟ يقول قال الله عز وجل، سمعنا وأطعنا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تقف، هذا نقل. إذن هو ليس هو الذي حرم. لماذا حرام؟ لماذا حرام؟ هكذا حرام، لا، قال الله. إذن هل هو حرم هذا الشيء؟ لا، هو نقل، حرمه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا افتراء وظلم أن يقال أهل السنة يحرمون ويحلون. لا، أهل السنة ينقلون فقط. ومن انتسب إلى السنة أو كان من أهل السنة فحرم شيء ليس في الكتاب ولا في السنة، هذا يرد عليه خطأه عليه، هذا أخطأ خطأه عليه، لا يحمل الكل. أخطأ واحد خلاص هؤلاء كلهم معه، لا، من قال هذا؟ إذن فمصادر التشريع هي القرآن والسنة فقط، والعالم حسبه أن يكون ناقلا لا مشرعا، حسبه أن يكون ناقلا لا مشرعا. إذن لا نعبد الله إلا بما جاء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بعبادة يتعبد بها، ذكر أو صلاة أو غير ذلك أو صيام، لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مردودة على صاحبها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بدعة، كل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عفوا أطلنا اليوم قليل.